وصفتنا لليوم نزلت الباذنجان، طريقة صحية وعصرية وبدون قلي بالزيت، وإذا ما عندك غير باذنجان كبير هاي الطريقة أكيد رح تفيدك. ويا ريت إذا عم تحبوا وصفاتي ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكن كل شي جديد، وتحطولي لايك وتعليق حلو مثلكن إذا عم تجربوا الوصفات اللي عم أقدملكن ياها. إذا عم تحبوا وصفاتي ما تنسوا تتابعوني، ويلا نبدأ بتحضير الوصفة. أول شي بصينية بتدخل على الفرن أنا حطيت شرائح من الباذنجان، تكون حجمها عريض ما تكون رفيعة، وقطعتها بالشكل اللي عم تشوفوه. وبعدين بضيف عليها شوي من زيت الزيتون، ورشة من الملح، ورشة فلفل، وبدخلها على الفرن بكون محميته من فوق وتحت على أعلى درجة حرارة لحتى تستوي تماما. لتحضير الصوص محضرة الطعام أو بالخلاط بنضيف 4 حبات بندورة مع حبة بصل وحبة فليفلة وسنتوم، وبخلطن منيح. وبضيف عليهن ملح وفلفل أسود. هيك بكون الصوص معنا جاهز. بنضيفه بصينية بتدخل على الفرن، وبنصف فوقه حبات الباذنجان المستوية معنا. لحشوة الباذنجان أنا كنت بمعلقة سمنة مشوحة بصلة وشوية لحمة مفرومة مع ملح وفلفل، بحشيها وبضيف على وشها الموتزاريلا، وبدخلها على الفرن لحتى تدوب الموتزاريلا وتتسبك معنا الصلصة. عملت حدة برغل بشعيرية، وهيك بيكون صار معنا أطيب منزلة باذنجان صحية صارت جاهزة بطعمة ولا أروع. جربوها وشاركوني رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوها أو لا، وشاركوا الفيديو مع اللي بيحبوا الوصفات الصحية. عن جد ما بوصفلكن الريحة قديش حلوة، والشكل بشهي مناسبة كتير للعزايم. والطعم ولا غلطة. بشوفكن قريبا بوصفات جديدة من وصفات شهناز، وألف صحة وهنا.